ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. ليكوا بقى ان تتخيلوا ان كل الجمال اللي قدامكم ده، كل ده بكيلو ونص بطاطا. كيلو ونص بطاطا بس. بصوا الطاجن القمر ده. بصوا الطاجن العسل ده. بصوا. بصوا. ليه رشه جوز هند بقى. مم. طاجن الخيال ده. وكمان بطاطا مشويه. وفاضوا حبه كده، احمد هياكلهم بالمكسرات، بزبيب وجوز الهند. ودي القهوه بتاعتي. كل ده بكيلو ونص بطاطا بس. يعني مش لازم على طول تعملي لعيالك البطاطا المشويه ولا البطاطا المسلوقه. اي نعم هي تحفه وما قلناش حاجه، وهتفضل طول عمر البطاطا المشويه رقم واحد. بس الجمال ده دلعي بيه عيالك كده وفرحيهم وانتوا قاعدين بالليل كده وبتتدفوا. ينفع تتاكل سخنه وينفع تتاكل بارده. واحد بالمكسرات وواحد ساده. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بصوا بقى، دي كمان بعد ما بردت واتحطت في التلاجة ساعه واحده طلعت عامله ازاي. بصوا. طعمها خطير. شايفين؟ ماشي، مش هناكل بقى تاني، احنا كلنا كتير ما شاء الله. ودي كمان اللي بالمكسرات اهي، بعد ما قعدت في التلاجة طبقه تحفه. شايفين؟ ناكل دي عادي بعد المكسرات ناكل. جميله قوي قوي، واولادكم هيحبوها، لازم تجربيها. بلاش البطاطا المشويه بقى، غيري فيها وعيالك هيحبوها جدا. وعلى فكره والله حبه المكسرات دول في الطاجن ده كله ما كانوش على الميزان ب 20 جنيه. ممكن تحطي سوداني، ممكن تحطي جوز هند وزبيب، بس ايا كان يعني زي ما تحبي حطي. المهم تشكلي لهم فيها كده، تبقى شكلها حلو وطعمها احلى واحلى ومليانه فوائد وكمان تغيير. يلا نشوف عملناها ازاي. هنا جبت عندي هنا جبت معايا تقريبا ده كيلو ونص معايا من البطاطا الحمراء زي ما انتوا شايفين كده. هقشرها هتقطعيها زي ما تحبي وتحطيها على النار. خلاص عادي، ممكن تشيري قشره كبيره، ما فيش اي مشكله. كده كده اللي هي قشرتها بتبقى تخينه وعشان تستوي معاكي بسرعه. مفيش ارخص من البطاطا دلوقتي في السوق والله العظيم. اللي قدامكم ده تقريبا اقل كمان من كيلو ونص او كيلو ونص، عشان ولادي برضو بيحبوا ياكلوها نيه. وعملنا منهم الطواجن اللي قدامكم ده طاجنين، وكمان شويت منها. بصي عادي ما تشيلي القشرة تخينة، ما فيش مشكلة. دي مش بطاطس يعني هنحمرها. لا عادي، شيلي منها القشرة تخينة عادي ولا يهمك، حتى هتتسلق معاكي بسهولة جدا. هنا عندي كيلو لبن جاموسي كنت غلياه قبلها وكان بارد، وعليه ما شاء الله كمية قشطة حلوة. لبن جاموسي يعني بخير ومليان ما شاء الله. حطيت عليه معلقة سمنة كبيرة، كل حاجة هعملها على البارد. معلقة سمنة كبيرة، عليه معلقتين كريم شانتيه لو عندك، مش عندك مفيش أي مشكلة، ولكن هي بتحلي الطعم شوية. ومعلقتين نشا كبار
او 3 معالق نشا كبار ومعلقه دقيق. عملته منه بشاميل ومنها مهلبيه، وحطيت معلقتين سكر، وانا حاطه في البطاطا سكر قبل كده. خلاص قلبت كله على البارد، وهقوم حطاه على النار على طول. خلاص، وافضل اقلب فيه لحد ما القوام يوصل معاكي للقوام المظبوط، ولا منه خفيف ولا منه تقيل، قوام مظبوط. خلاص هنا القوام كان تقيل وكان زي الفل. هشيله بقى واحطه على الطواجن اللي انا عملتها. انا عندي هنا كنت لسه هعمل الطواجن، حطيت عليها معلقه قرفه كبيره بتودي الطعم في حته تانية، طعمها تحفه تحفه. وقلبتها كده، لونها طبعا بيغمق معاكي، انت مش عايزه تحطي قرفه بلاش خالص، ولكن بتودي الطعم في حته تانية، طعمها خطير حرفيا. وايه المشكله عادي لما تغمق لون الطاجن شويه او لون البطاطا شويه. قسمتها كده على تلتين، تلتين في الطاجن الفخار وتلت في الطاجن الازاز او البايركس الحراري اللي عندي، طاجن صغير كده. وسويت الاطراف بتاعتها خالص كده، وهظبطها وننزل عليهم بالبشاميل. ايوه. ايه يا سليم؟ خلاص هنا سويت الوشوش بتاعتهم كده، وهدخلها على درجة حرارة متوسطة على الشواية بس، تاخد لون من الشواية بس. اول طاجن طلع معايا تحفة ومتحمر ما شاء الله، اللهم بارك، من غير اي حاجة، لان البشاميل فيه سمنة وفيه قشطة وفيه كل حاجة، فطلع متحمر كويس جدا. والطاجن التاني كمان. هنا جبت شوية مكسرات عندي وحطيتهم على الطاجن الازاز، عندك سوداني، جوز هند، زبيب، اي مكسرات عندك حطيها. شوية المكسرات دول هم عين جمل ولوز وبندق، ولكن هم كانوا على الميزان مش ب25 جنيه، يعني حبة بسيطة جدا. فرحت العيال وطعم كان خطير بصراحة. بصراحة الطاجن ده كان بتاعي بصراحة يعني. الطاجن ده انا اللي نسفته لوحدي، لان ولادي ما بياكلوش مكسرات. وحطيت عليه زبيب وجوز الهند وشوية مكسرات كده وزينته، كان تحفة اللهم بارك. تاكليها سخنة تاكليها باردة زي ما تحبي تاكليها، ولكن هي في الحالتين تحفة. سخنة طعمها حلو جدا، وباردة طعمها حلو جدا. جربوها وألف هنا وشفا على قلوبكم، واللي يجربها وتطلع معاه حلوة حلوة